السلام عليكم. اول حاجه انا جايه بس افهم الناس كلها، انا اهو زي ما انا، بص ما بقشرش، انا بفضل مكمله كده العمر كله، بقعد سنه اتنين وبفتح. وساعات بقى بقعد اشتغل على نفسي وصفات طبيعيه، وساعات انا ما بقدرش. جايه تتكلمي في، انا جايه اتكلم في حاجه مهمه جدا فوق مما تتخيلوا. نقطه ومن اول السطر وما ترجعيش ورايا. الوصفات اللي بعملها حرفيا هتخليكي قشطه بعد ما بترجعي من المصيف. طب انت بقى جايه تتكلمي في ايه؟ يعني اصبروا عليا يومين ثلاثه. لاني مش في زيوت مش بالسهل الاقيها. يعني في الزيوت العاديه اللي عند العطار دي ماليه الدنيا، بس انا عايزه اجيب زيوت كويسه. النقطه بقى التانية، عايزه اسال الناس على حاجه وزي ما بفيدكم يا ريت حد يفيدني. آه تيك توك هنا بيعمل لي اللي هو في حصل في هذا اليوم، يعني مثلا ايه لو ايه اللي حصل في شهر 8 مثلا، فيجيب لي فيديوهات شهر 8. آه انا ملاحظه حاجه غريبه قوي، ان كل السنين اللي فاتت من اول 1/8 لحد اخر 9 انا عيانه. وللاسف انا مش عارفه السبب، انا لقيت نفسي عيانه تقريبا في 10 سنين. انا عيانه فيهم فعلا شهر 8، وبالصدفه تقولي ايه ده، هو التيك توك فكرك 10 سنين؟ لا، كمان الفيس فكرني 10 سنين. اعرف بقى السبب ايه؟ انا عايزه سبب علمي، يعني عايزه سبب علمي، حد يقول لي عشان حصل كذا كذا. يعني انا ما اعرفش ايه السبب، ليه من اول 8 وبعدين بنسى بقى. انسى اصلا ان هو بيحصل لي كده في شهر 8 عشان مربوطش الاحداث. ايه اللي يحصل بقى؟ لا، لازم حاجه تيجي تفكرني. هنزل لكم صوره هنا، واحده كنت في شهر 8 او مش فاكره 7، اخر 7. بصور نفسي من جوه المستشفى وبقول ادعوا لي وكده، بس هو مش فيديو، انا هنزل لكم صوره بس بتاريخه. وده مثال بسيط بالنسبه لكميه الفيديوهات اللي انا لقيتها. لا لا لا، حاجه مش طبيعيه. استنوا كده الاضاءه احسن. بجد حاجه مش طبيعيه، يعني تقولوا في حاجه غلط. اللي فاهم حاجه بقى يفهمني. والله العظيم انا بجد مش عارفه افهم. الغريبه بقى اني كل مره بكشف اجابه واحده، ما عندكيش حاجه. سخنه، بصوا بقى الاعراض: سخونيه، عرق السخونيه اللي هو بيبقى جسمك كله مصهد، مش قادره اقوم من مكاني اصلا، يعني ما بقومش خالص يعني. بعمل كل حاجه باجهاد. هتقولي طب ممكن عشان انت عامله دايت. طبعا مين اللي خست القمر اللي هو انا؟ هقول لكم والله العظيم، هقول استخدمت ايه وكل حاجه. لا، انا موضوع التخسيس ده، انا كنت من اول شهر 6 وانا بنزل في الوزن، عشان تعرفين عامله عمليه ما ينفعش ازيد في الوزن اصلا. وكوني زدت دي كانت غلطه مني، او يعني حابه كده نفسي اكل حلويات وبتاع، مع اني ماليش فيها، بس لما بقرر اكل بقي ده ما بيتقفلش. المهم، فكنت عايزه حاجه تسد الشهيه، ما علينا يعني. كده كده هكلمكم عنها الفتره الجايه. عشان جبت ميزان وماشيه بقى الدنيا صح ودكتور وكده. في اخر 9 هتلاقوني كويسه وعارفه اعمل فيديوهات. بصوا كده على الفيديوهات بتاعتي هتلاقوها كلها في الشتاء. الفتره دي في الصيف مش هتلاقوا ليا فيديوهات كتير، هتلاقوني بقول ادعوا لي. طيب عملت تحاليل، عملت كل التحاليل، عملت الغدة، عملت الحديد، عملت الهيموجلوبين، آه عملت سكر، عملت كل التحاليل. ارقام بسيطه، يعني في حاجات بسيطه فعلا محتاجه تزود. الهيموجلوبين قليل، الحديد طبعا قليل 20. آه يعني انا ما اعرفش انا عندي ايه، حرفيا مش عارفه. الغريبه بقى اني انا من اول ما خلفت مهند كده، من بعدها بفتره، من بعدها بكام سنه وانا في الازمه دي. بصوا بقى، جالي التهاب رئوي 3 مرات اقوى من بعض، كان في شهر 8. جالي نزله معويه حاده في شهر 8. حتى التسمم اللي كان لي في صيغ كان في شهر 8. التهاب الرئوي قلنا، القرحه كانت في شهر 8. القزحيه اللي جت في عينيا اللي خلتني بعيده عنك يا رب ما اشوفش لمده اسبوع، بس كان علاج غلط يعني، كانت في شهر 8. كل حاجه بتحصل لي غريبه من اول 8. طب وانت ليه رابطه الاحداث؟ لا والله، ده انا البرامج هي اللي فكرتني، يعني انا غير كده انا ما كنتش هبقى فاكره. يعني غير كده انا ما كنتش هبقى عارفه انا باعيه امتى. انا عارفه باعيه في الصيف، امتى في الصيف ما كنتش رابطه الاحداث بقى. حتى تمزق الاوتار جالي في شهر 8. 8 و9 عشان يبقى كلامنا واضح. فاكرين ان انا عملت فيديو من 3 سنين او من 4 سنين، قلت لكم انا الدكاتره كلهم مش عارفين انا عندي ايه، وكشفت كتير قوي قوي بيقولوا في سخونيه قويه جدا في جسمك، ودرجه الحراره بتبقى عاليه قوي، بس مش عارفين سبب ايه. مفيش حاجه عندك.
وقالها لي كذا دكتور ودكاتره كبار والله. لحد ما في مره لقيت ماما بتقولي انت محتاجه تروحي تقعدي على النيل تشمي هوا النيل ان شاء الله هتخفي. عامله لكم فيديو بقول لكم انا رايحه على النيل اشم هوا علشان نفسي مش مظبوط. 8 و9 معرفش فيهم ايه بالنسبه لي. لو حد عنده سبب علمي يقوله. اي مهاترات بقى يعني بلاش نضايق بعض لان ما بضايقش حد. حتى تعليقاتي هتلاقوها في بقيه الفيديوهات بتاعت الناس التانية كلها هزار، لا اما هزار لا اما تريقه يعني. متنمره بسيطه بالله عليكم عدوها لي. هتقولي انت ليه عامله كده؟ بصوا بقى انا عيد قبل المصيف، متخيلين ان انا حجزت وانا اللي اصريت يعني مثلا ليه خلاص انت عيانه؟ انا لا، عيد قبل عمليه مهند. تخيلوا بوقف العيا يعني بقول ايه، لا انا لازم اقف جنب الواد واقعد جنبه ومش عارفه ايه واقف على رجليا وبتاع، واقف معاه في العمليات، اخرج من العمليات اكمل عيا. تحسوا ستوب مصيف خفي. ببقى تعبانه هناك شويه، ما بقدرش ان انا اكل براحتي وكده، بس بعد كده بلاقي نفسي يعني بسم الله برجع اعيا تاني، بخف شويه وارجع اعيا. يعني الدكاتره بيسالوني في حاجه مزعلاكي، في حاجه مضايقاكي، دي دايما الاسئله اللي بتسال. ايدي وجعتني تصدقوا. الاسئله اللي بتسالها طول الوقت. شايله هم حاجات كتيره وجوايا حاجات كتيره مشاكل، بس يعني مش هي السبب، لان انا مش من الناس اللي بتتاثر قوي بالحوارات اللي حواليها، ويمكن بتاثر يعني حساسه ولا حاجه. ايه السبب؟ معرفش. شهر 8 و9 معايا يعني. ارجعوا هنا بالله عليكم بالذكريات بالفيديوهات، انزلوا لتحت شوفوا شهر 8. شوفوا شهر 8 و9 هتلاقوا مني فيديو. وفي فيديو بقى لقيته من 5 سنين كده، السرير انا مش جايبه شكلي طبعا، اللي كان شكلي حرفيا بصوا انا هنا مثلا انا حاسه، لا انا كانت عيني داخله لجوه حرفيا، ما جبتش شكلي. طلع لكم ان انا جايبه الكوبرتك اللي هي كانت هي دي، وعليها كميه علاج. طيب انت بتاعي بقيه السنه بقى اللي هو البرد، الحاجات العاديه يعني، مش عارفه برد ايه تاني، الحاجات اللي كانت الكورونا والكلام ده كله. اما الاعراض دي هيها بتجيلي شهر 8 وشهر 9. طب ما بتجيلكيش 7؟ لا ما بتجيليش 7. انا 7 في كل الفيديوهات هتلاقوني هنا كويسه وبضحك، وهتلاقوني برجع تاني في شهر 10. هما الشهرين دول انا انام فيهم ولا اسافر بره مصر؟ هما الشهرين دول هيتم اغتيالي مثلا؟ مش عارفه، ويمكن ربط الاحداث غلط والله اعلم، ويجوز تغيير الجو مش عارفه. بس لا تغيير الجو انا كده كده بقى قاعده في الاوضه ومشغله التكييف، مفيش تغيير جو بيضايقني. الحمد لله والشكر لله على كل نعم ربنا، انا راضيه. ولكن عايزه تفسير علمي تمام. بالمناسبه انا حوته، انا برج الحوت، ملوش علاقه بالتفسير العلمي، ليه علاقه بيا انا شخصيا. بلاقي الناس كاتبه برج الحوت تعيس، تقول ليه يا جماعه؟ تقول لا انتوا بتطلعوا علينا سمعه، واحنا واللي تقول لك دي برج الحوت ده حساس ايه ونيلة ايه؟ حساس ايه؟ بيجيبوا الكلام ده منين؟ وحالم وحابب انت ده اسلوب بيحب على نفسه من قدامك اهو زي الفل وعايشه طبيعي. يا جماعه والله خليتوا الناس تبص لنا ايه، اول ما حد يشوفني يعرف ان انا حوت يعمل لي كده. ايه الهبل ده يا ناس عبط؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا مش هتكلم. محدش ينسى ان انا خسيت. قولوا لي بقى خسيتي ازاي، وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديو باذن الله واحكي لكم كل اللي حصل معايا. وانا موقفه دلوقتي يعني، انا موقفه الدايت دلوقتي عشان عيانه، هرجع له تاني بعد ما اخف. ادعوا لي. يلا باي.